اهي الوصفة دي اللي لازم تكون موجودة في بيتك قبل العيد. البرطمان اللي هنعمله ده اللي لازم هناخد منه معلقة في كل طبخة، كل طبخة سمك محشي ممبار بامية فاصوليا بسلة، اي طبخة انت بتعمليها صينية بطاطس لازم هتاخدي معلقة من البرطمان ده. بس هنعمله بطريقة الشركات، بطريقة حلوة. وكمان لو عايزة تعملي منه كميات وتحطيها في التلاجة، لان انتوا عارفين الفلفل الاحمر بيكون في الوقت ده بيكون رخيص جدا جدا، فممكن نعمل كمية كبيرة منه قوي ونشيلها في الديب فريزر. مفيش وصفة حرفيا ما بتتعملش بالهريسة. يعني انتي فصين الثوم ومعلقة الفلفل دي بالبهارات بتحطيها في اي وصفة انتي ممكن تعمليها. هعمل معاكم منها مكرونة بطريقة بصوا في منتهى الجمال. عايزة اقول لكم ان الفلفل ده اصلا بطبيعته الفلفل ده الفلفل الحلو بيكون مسكر، بس ازاي احنا نعمل منه وصفة تاكلي كده منها، يعني تكون غريبة شوية وتكون حلوة شوية ومش تقليدية، بس في نفس الوقت طريقتها الأصلية. أنا بشوف ناس بيحطوها على النار، بشوف ناس بس بيضربوها في الخلاط ويحطوا عليها شوية زيت مع فصين توم. لا، دي الطريقة دي مش غلط. تابعيني بقى وبصوا للطريقة. اول حاجة بتجيبي الفلفل بتقطعيه تمام مكعبات اي حاجة، بس اهم حاجة الحتت البيضة والبذور دي تطلعيها. تمام يا ست الكل. وبعد كده بننزل بالكمية كلها في الكبة. لو عندك خلاط تمام ماشي، مش هيقولك حاجة. بس بصوا، بس خلوا بالكم، لا انا مش عايزاها عجين، انا عايزاها تكون خشنة شوية تمام، يعني مش هنطحنها طحنة كاملة. وده فلفل رومي احمر، ومعاه الفلفل اللي هو الطويل برضو الاحمر، بس مش عارفة الفلفل بقى ده اسمه ايه. تمام، يعني من ده على ده هتنزلي باربع معالق خل في الكبة، وعليهم معلقة كبيرة سكر، عليهم معلقتين ملح. تمام. وهناخد طبعا شوية كمون، ايوه كمون، وكمان كزبرة، وكمان بابريكا. البابريكا بتعزز اللون وبتخلي لون الهريسة حلو قوي قوي قوي. طبعا احنا حطينا هنا المواد الحافظة اللي هي الخل والسكر، وهنحط كمان زي ربع كوباية زيت. تمام. اضربي بقى الكلام ده كله مع بعضه، مفيش اسهل من كده. انا عايزه اقول لكم البرطمان اللي هو هاينز دوت، مش عارفه انا كنت جايباه من فتره، كان غالي جدا والله. وعايزه اقول لكم مش هتعرفي، يعني الطريقة ما فيهاش 1% اختلاف، طعم في منتهى الجمال. هتاخدي منها معلقة في كل حاجة. بصوا بقى عشان تكون سبايسي، لو انتي مش عايزة الحركة دي براحتك. شفتوا الفلفل اللي هو المجفف الاحمر اللي بيتجاب من عند اي عطار؟ انا خدت منه شوية وطحنته معاه. بتكون معاكوا بقى مشطشطة وحلوة قوي. تاخدي منها معلقة لأي حاجة، توم بقى لسمك لأي حاجة. هتكون انتي ايه، وكمان عليها كمون وكزبرة وملح، وحطينا السكر وحطينا الخل وكمان الزيت. تمام. بصوا شكلها عامل ازاي، اللهم بارك. انا في اليوم دوت كنت هعمل مكرونه، كنت عامله مكرونه وفلفل بقوطه، بس مش عامله يعني طبيخ ولا حاجه. نزلت بمعلقه سمنه وعليها معلقه زيت، وكمان ناخد معلقه كبيره من الهريسه اللي احنا عاملينها دي. وانا اقول لكم طريقه المكرونه دي حلوه قوي قوي قوي، عايزاكم تعتمدوها وتعملوا برطمانات الهريسه دي. بصوا كانوا بياكلوا منها كده بالمعلقه والله العظيم، وانا استغربتهم قلت لهم ده توم وفلفل بس حلوه قوي. هن هنتبل بقى التوميه بالفلفل اللي احنا لسه عاملينها اللي هي الهريسه دي، وبعد كده ننزل بكيسين صلصه. وانا قلت لكم الخطوه دي مهمه لاي طبيخ، اي حاجه بتعملوها، ان انتوا تنزلوا بالصلصه دي الاول علشان تفرز الماده الحافظه اللي فيها وتديكي تسكيره حلوه قوي 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 في الاكل. قلبي بقى الكلام ده كله تشويحه كده على النار، وانزلي بمكعب مرقه كمان. تعالوا اشربوا قهوه. بعد كده بقى ننزل بكيسين صلصة. طبعا الصلصة دي متفرزة في التلاجة، تبقى كل حاجتك كده جاهزة عندك في التلاجة، ولا لسه تفصصي توم ولا تقشري توم، كل حاجة تبقى معاكي تمام. وننزل برشة السكر على طول، وشوية بابريكا وكمون وكزبرة. وعايزة اقول لكم بحط بصل بودر، ومش هحط توم مش هحط توم بودر لان انا حاطه توم في الهريسة، وشوية فلفل اسود. وعايزه اقول لكم شويه صوص والله العظيم حلوه قوي. وبحب ان انا اكتر الصلصه تكون كتيره في الطماطم، مش في المكرونه سوري، مش اللي هي تكون لازقه كده في المكرونه وتكون الصلصه على القد، لا بحب يكون فيها صوص كده شويه. ادي الهريسه اهي. عايزه اقول لكم ان هي طالعه على بينك شويه، بس هي لونها حمرا قوي قوي. انا ما بصفهاش على فكره، هي بقى بتجمد بقى احطها في باب التلاجة، باخد منها معلقه زي ما هي كده. حلوه حلوه، لان الصوص اللي فيها في الهريسه ده الزيت، الخل، الحاجات دي، الفلفل لما ضربناه. فليه انتوا بتصفوه؟ عايزين تصفوه تعملوا منه الصوص اللي هو الهوت صوص. ليه طريقه تقدروا تعملوه بيها، بس هي حلوه قوي كده، سيبوها كده زي ما هي.
وهنغطيها بقى طبعا وشها كده بشوية زيت عشان نحفظها، وبس كده تقعد معاكي سنة في التلاجة ولا يحصل لها اي حاجة. اهو كمية الفلفل دي عملت معايا برطمانين حلوين. طبعا العيد داخل، كل سنة وانتم طيبين، فمحتاجين الحاجات دي في الوصفات اهي. بس كده اقفلها بقى وخلاص. طبعا في الوقت ده كانت خلاص الصلصة اتسبكت، بصوا لونها عامل ازاي. انزلي بقى بالمكرونة بتاعتك وقلب قلب قلب، وخلاص عملت كمان هريسة وشلتها، وفي نفس الوقت عملت معاكم غدا سريع وخفيف. اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو انتوا برضو بتعملوها بالطريقة دي قولولي، ولو جربتوها انا واثقة باذن الله ان هي هتعجبكم الطريقة دي بالذات للهريسة. بس كده قدمت الغدا. طبعا عملت مكرونة يعني فلفل بقوطة او بتنجان، مفيش بتنجان يبقى فلفل بقوطة. مين اللي بيعمل كده؟ انا ما بعرفش اكل المكرونه كده، لازما مخلل، لازما اي حاجه. خلاص يا بنات، بحبكم في الله، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.